السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الأمور. كل سنة وانتم بألف صحة وسعادة. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، بسكوت من النشا. من بيضة واحدة هنعمل كمية كبيرة. معايا هنا نص كوباية زبدة، كوباية وربع نشا، ومعاها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة فانيليا، بيضة واحدة، ومعايا نص كوباية سكر بودرة. هخلط المكونات كلها على بعض. هحط الأول الزبدة، تمام. هحط البيضة، رشة فانيليا، هقلبهم مع بعض. ده بسكوت جديد بس صراحة طعمه حلو قوي. يا ريت تجربوه وتقولي رأيكم. خلاص قلبت الزبدة مع البيضة. هحط دلوقتي السكر البودرة، ده نص كوباية. هقلب لحد ما السكر يختفي خالص ويتقلب مع الزبدة والبيض. خلاص كده تمام، اتقلبوا مع بعض. هقلب البيكنج باودر مع النشا، تمام. هحط شوية واقلب واشوف هيحتاج قد ايه. هقلب الاول وبعد كده هستعمل ايدي. تمام كده خلاص، هستعمل ايدي. هفضل اقلب وبعد كده هشوف هيحتاج نشا تاني. كده محتاج نشا كمان. هحط باقي الكوباية وربع. هقلب لحد ما تتكون معايا عجينة طرية وحلوة، يعني ينفع ان هي تتشكل. كده خلاص اتكونت معايا عجينة جميلة. نعمل لها الاختبار. ناخد قطعة ونكورها ونضغط عليها. لو الحروف اتشققت يبقى هي عايزة دعك كمان. كده خلاص اتكونت معايا وبقت جميلة، جاهزة ان انا اشكلها. هاخد قطعة صغيرة، ويا ريت تخليها قطعة صغيرة، ان هي في الفرن حجمها هيزيد شوية، فخليها قطعة صغيرة. وهبططها، خليها برضو سمكها تخين، وهرصها في الصاج بتاعي. هعمل باقي الكمية نفس الشكل، وما تخلوهمش لازقين في بعض. خلي بين كل واحدة وواحدة مسافة. تمام كده هعمل انا باقي الكمية. اوريكم شكل الصاج. شايفين؟ من كوباية نشا واحدة عملت الكمية دي كلها، ومن بيضة واحدة. هدخلها الفرن على اول درجة حرارة، يعني تبقى زي الغريبة بالظبط، من فوق بيضة ومتحمرة من تحت. تمام بالشكل الجميل ده. هكون طبعا مسيحة شوكولاتة على حمام مية. تمام. وهوطي النار خالص لحد ما الشوكولاتة تسيح مع نفسها. هحطها هحط البسكوت بتاعي في الشوكولاتة، هغلفه كويس. هجيب شوكة عشان اشيل اي زيادات من الشوكولاتة، واكون محضرة ورق زبدة احط عليها. تمام. هحط على ورق الزبدة. هكمل باقي البسكوت بتاعي بنفس الشكل، وهحطه في التلاجة. طبعا دي نص الكمية. هحطها في التلاجة عشان الشوكولاتة تنشف شوية. ده بقى شكلها بعد ما نشفت. هحط على الوش طبعا التزيين ده على حسب ما انت عايزة. انا حطيت جوز الهند. تمام. شايفين الشوكولاتة نشفت وبقى جميل،
صراحة طعمه جميل جدا، ياريت تجربوه وتقولي رأيكم. والنص التاني حطيت يعني مربى مشمش، ولزقت الاتنين فوق بعض. ممكن برضو تحطيه نصها في الشوكولاتة. دي الوصفة بتاعتنا النهاردة، بسكوت النشا الجميل جدا. ياريت تجربوه وتشتركوا في قناة الأمور عشان يوصلكوا كل جديد.